عطنا كواليس الثلاثة أيام دي وش صار فيها؟ والله الحمد لله اخوي فرحان، حنا مجهزين يعني من قيض وحنا نشري. فتعرف الواحد اذا جاء وقت المهرجان يقعد يقفل عنده بعض الامور، وحنا الحمد لله حتى لو ما عززنا الحمد لله مركزنا حنا عارفينه ولا جينا اللي عليه، وبيرقها كل سنة تجي وتاخذه ولا هو بغريب يعني. واللي صار السنة دي ما أثر على البيرق يعني كسمرات تتوج يعني في البرق الموحد كل سنة الحمد لله، وحنا من نصيبنا هالبرق. تستاهلون النواميس. سمرات من قية بطلة ما فيها كلام، لكن سمرات زي ما قلت لك قبل دخول الشوط ب3 أيام أعلن بطل سيف الملك مشعل بن جدعان إنه راح يطلع شوط بيرق الموحد. هنا زي ما قلت لك صارت الانتفاضة عند أهل الشعل بشكل عام، بن سمار بن جدعان كل ملاك الشعلاء، كل من يملك شعلاء يا كلمه بن جدعان يا كلمه بن سمار، تعزيزات متواصلة. لا صراحة هالانتفاضة يعني كانت يمكن عند المنافس، عندي الحمد لله ما صار لا انتفاضة ولا شيء، صار بعض من التعزيزات والحمد لله حنا حتى لو ما عندنا أحد في الشوط نعزز. أبو حامد 100 مليون ما هي بانتفاضة. دافعين الآن ما عندنا أحد.